هلا بيكم يا شباب، كيف الحال؟ عاوزك كده ترجع معايا بالذاكره لورا. لا ورا اكتر. ومين فينا ما كانش بيجي وهو صغير بعد اذان المغرب في وقت الفطار بيشغل مسلسل كرتون بكار او سنوحي او زازا وجرجير وغيرهم كتير اللي بتفكرنا بحنين الماضي. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وساحره الخفي. وبما اني شخص عاشق لافلام ومسلسلات الكرتون من صغري، فتعالى معايا كده عشان في الفيديو ده هكلمك عن اشهر مسلسلات كرتون رمضان. تعال. وهبدا باشهر مسلسل كرتوني وهو كرتون بكار ابو كف رايق وصغير. يلا هلا بتاع رشيد هلا. ايقونه مسلسلات كرتون رمضان، الكرتون اللي اول حلقه نزلت ليه في سنه 98 واستمر عرضه لحد سنه 2007 بس. وكان وقتها الكرتون مرسوم 2 دي، وبعد كده رجع لنا في 2015 بستايل رسم جديد وهو 3 دي. شايف الوجاهه؟ وجاهه. ومن اجمل الحاجات اللي موجوده في الكرتون ده هي الرسائل الهادفه اللي بيتكلموا عنها فيه، ده غير طبعا صحاب بكار الولاد والبنات زي حسون الشقي اللي دايما بيعمل مصايب وبيلزقها في بكار، وده اكتر واحد حبيته في الكرتون رغم ان بكار بطل المسلسل. طول عمرك واطي يعني بس جدع علم. وعندك همام وفارس اللي دايما بيدور على كرشه، وما ننساش طبعا الجده بخيته وحكاياتها الجميله. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. ده غير التتر المميز بتاع الكرتون اللي لسه معلق معانا لحد دلوقتي، وهو للفنان العظيم محمد منير اللي كل لما نيجي نسمعه بيحسسنا بجزء كده من اجواء رمضان الجميله. ونخش على المسلسل الكرتوني اللي بعده وهو كرتون زازا وجرجير اللي لما كان التتر بتاعه بيشتغل وقتها كنت بقوم ارقص واتنطط. وهو كرتون بيحكي عن شويه فوازير بيقعدوا يحلوا فيها طول المسلسل ويزولونا معاهم. ونيجي للكرتون الثالث وهو كرتون سنوحي وحابي وتيتي شيري، التتر العظمه اللي كان مغنيه تامر حسني وقتها. سنوحي وحابي وتيتي شيري. وشكلنا كده هنتكلم كتير عن معظم تترات المسلسلات دي لانهم كلهم اجمل من بعض. وقصه مسلسل سنوحي بتتكلم عن طفل صغير عايش في عصر القدماء المصريين، يعني من ايام جد وجدك، وبيخوض طبعا مغامرات مع صحابه حابي وتيتي شيري. ونتنقل للكرتون اللي بعده وهو كرتون عصام والمصباح، حاجه كده مقتبسه من فيلم كرتون علاء الدين بس بستايل مصر. وساعتها الكرتون ده اتعمل ليه اكتر من جزء، وكان الجزء الاول هو المفضل ليا عشان ساعتها كان الفويس اوفر لشخصيه عصام هو احمد الفيشاوي، وكان اداؤه مميز ومختلف شويه عن الفنان مصطفى قمر اللي عمل بقيه الاجزاء الثانيه. عصام والمصباح، عصام والمصباح. ونروح لحظابة سوبر هنيدي اللي عامل لي فيها تقريبا كده عميل سر في نفسه ومتخصص في حل مشاكل الناس، ده غير الاداء الرايق لطلعت زكريا صلعت وجده حسن حسني الله يرحمهم هما الاثنين. وما ننساش البيست فريند بتاعت هنيدي وجدتها الرخمه. سوبر ايه سوبر هنيدي، سوبر ايه سوبر هنيدي. ونيجي للكرتون اللي بعده وهو بسنت ودياستي للثنائي العظمه صلاح عبد الله وحنان ترك. والمسلسل بيتكلم عن عمك دياستي اللي عايش في قريه ريفيه وعنده حته محل بقاله كده وبياكل منه عيش، وكان كل فتره يحب يتفزلك ويعمل لهم اختراعات ويكلمهم عن التكنولوجيا وقد ايه هي مفيده للبلد، ويفضل يعمل لهم البحر طحينه وفي الاخر يلبسهم في الحيط. وكان في كرتون اسمه يوميات الاستاذ سحلاوي، بس الكرتون ده تقريبا ما خدش حقه، وهي سحليه بائسه بتكتب كتاب كده عن الطيور والحيوانات اللي موجوده في الغابه، وتقريبا كده وقتها كان عامل معاهم معاهده سلام عشان ما حدش يتعرض له ويأذيه، وبيتقابلوا بعض المشاكل مع الحيوانات والطيور، وفي منهم اللي بيبقى عاوز يساعده وفي منهم اللي عاوز يغفله وياكله. احنا اصحاب بس الشغل شغل. رحاله واسمي سحلاوي، وطني صميم للبهدله غاوي، من مصر المحروسه بلادي، جاي لكو هحكي لكو حكاوي. وكان في برضه شويه مسلسلات كده انما ايه عنب، وهم عالم سمسم اللي كان بيجي تقريبا كل يوم جمعه بعد الصلاه. عالم سمسم عالم سمسم عالم سمسم تحت سمسم عالم سمسم عالم ضم كل العالم كده والأدم عالم عصر الصورة عالم سمسم. وما ننساش طبعا بوجي وطمطم اشهر مسلسلات الاطفال اللي كانت بتيجي في رمضان للفنان الراحل يونس شلبي وهالة فاخر، ده غير عمك شكشك وزيكو وزيكا وطماطم الصغيره. والمسلسل ده طبعا كان فيه رسائل هادفه كتير للاطفال.
مفتش كرومبو اللي كان دايما بيحل مشاكل الناس وكان بيخلينا نساعده في حلها ونطلع روح المحقق كونان اللي جوانا. ونتنقل لكرتون اي كلام فاضي معقول اللي كان بيجي على قناه نايل كوميدي وكان بيسف وبيتريق على اي حاجه تقابله وهو فعلا اسم على مسمى وكان جايب نص فنانين مصر بيتريقوا على بعض. اي كلام فاضي معقول. اسكت. ده غير كرتون فطوطه وتيتا مظبوطه للفنان الراحل سمير غانم اللي من ضمن مسلسلات الكرتون اللي ما خدتش حقها وفكرته طبعا مقتبسه من مسلسل فطوطه الحقيقي. وقصه الكرتون ده بتدور ان فطوطه ده ليه ورث عند جدته وبيروح عشان ياخده هو وسموره فبتواجههم مشاكل وبيحاولوا يحلوها مع بعض. وكمان الفنان سمير غانم كان عامل كرتون تاني وهو عائله الاستاذ امين وكانت عيلته كلها طالعه معاه احنا اسره مع بعضينا. وفي برضه شويه مسلسلات كرتون تانيين كده ما خدوش حقهم سيكا زي كرتون رمضان اللي الفنان هاني رمزي كان شاب بيلعب كوره وعامل لي فيها كده محمد صلاح في نفسه وكان مجمع شويه لعيبه مكسحين من صحابه وعامل بيهم فريق بينافس على الدوره الرمضانيه كده شكل. ده غير طبعا كرتون وابو تقفيل مصري هو كرتون بيتكلم عن شاب عبقري اينشتاين الغلابه وبيحاول يخترع اجهزه تساعده في حل مشاكل الناس وبيخترع جهاز يفهم لغه الحيوانات واول حيوان جربوا عليه هو الحمار. شكلك فاهم يا نصة. ونتنقل للكرتون اللي بعده شغل عفاريت للفنان حماده هلال وقصته بتتكلم ان ابوه كان مسافر ولما رجع من السفر اشترى بيت مسكون بالجن والجن اللي موجود في البيت ده كرههم في عيشتهم وحب يطردهم من البيت بما ان طبعا الجن ده ساكن في البيت قبلهم بس حماده هلال حب عفريته منهم وفي الاخر كده شكله اتجوزها بعد ما اتحولت لبني ادمه حاجه كده في احلام العصر. طب ازاي يعني عايز اعرف ازاي. ولا ننسى كرتون افهمني شكرا لرامز جلال وكان ساعتها حارس مرمى محترف في بلاد بره وعاوز يطور ويروق الحاره اللي هو عايش فيها. انا مش متفائل. ونيجي لكرتون سلطه بلدي وهو عباره عن مجموعه من الحيوانات وطيور ساكنين في عماره واحده ومتجوزين بعض يعني تلاقي جمل متجوز فرخه كلب متجوز بقره وحاجه كده زي كوكتيل مضروب في الخلاط. يا ولاد المجانين يا ولاد المجانين. وكمان كان في كرتون اسمه العفريت النونو والكرتون ده بيتكلم عن عيل صغير اسمه خاطر والواد ده كان فاشل جدا في دراسته ولقى مصباح كده في عربيه بياع روبيكيا ولما دعك المصباح تلاقي له جن صغير اسمه نمنم وكان خاطر اللي عشم قتله قوي وكان مستني العفريت ده يحقق له كل امنياته وطلع العفريت وتقريبا كده كان لسه في ثانيه حضانه. الله انت عايز تموتني من الضحك ولا ايه؟ ده غير كرتون كراكيب تيكو وبوجو لاشرف عبد الباقي واحمد رزق وهم كانوا اتنين فضائيين سافروا لكوكب معين عشان يستكشفوه بطريقتهم وكل واحد فيهم عمل مشروع. ده انتوا لقطه. وطبعا ما ننساش كرتون سرحان ونفيسه والكرتون ده في حته ثانيه لوحده وهو عباره عن انهم بيقلدوا افلام ومسلسلات مصريه وبيعرضوها لنا بشكل كوميدي ساخر. يا حلاوتك يا حلاوتك. وكان في كرتون كده الكائنات غريبه تقريبا مش كرتون يعني كائنات نزلك من الفضاء تخليك تعملها كده على روحك وانت قاعد وهو اللي فات سات وكان عباره كده عن مجموعه من العرايس شبه فنانين مشهورين من الزمن القديم وكانوا بيتكلموا عن المشاكل الاجتماعيه وازاي نواجهها ونحلها. يا سلام على التقوى والورع. وطبعا ما اقدرش اقفل الفيديو من غير ما اكلمكم عن افضل سلسله مسلسلات كرتون وهي قصص الانبياء في القران وقصص الانسان في القران وغيرهم كتير للفنان العظيم يحيى الفخراني اللي بيقدمها لنا بطريقه سلسه وجميله تخليك كده مستمتع وتحب تكمل الحلقه للاخر. فلو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فانت اكيد من محبي وعاشقي متابعه مسلسلات وافلام الكرتون. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير لاخوك البشبيشي وكومنت جميل كده بين قلبك لو حاببنا استمر في سلسله الفيديوهات دي. ولو في فكره فيديو معين حابين نعمله اكتبوه تحت في الكومنتات وكل عام وانتم طيبين رمضان كريم وانت بالصحه والسلامه. سلام يا شباب.